هل تعتقد حضرتك ان عمر سليمان قادر انه يعدل الميلة في هذا التوقيت؟ انا كمواطن مصري انا بقول هو الانسب رجل الان لسبب واحد. مراكزه اللي هو كان في المخابرات ورجل تفاوضي ومع في القضية الفلسطينية ورجل له هبة وكله بيصنف له في الدول الغربية وامريكا وبيعملوا له حساب كويس قوي. فانا مش عاوز حد يعني يرجعنا تاني ورا. لكن عمر سليمان بهيبته وبطريقه تفكيره اتكشفت تماما فتره الثوره لما اتكلم مع القناه الامريكيه وقال كلام لا يجوز اطلاقا انه يتلفظ به، وان هذا الشعب غير جاهز للديمقراطيه، وان الشعب تمام تحكمه الاجندات الخارجيه وذكر كلمه اجنده اكثر من 17 مره اثناء حديثه. فتم رفضه شعبيا واترفض وهو نائب ومرفوض اصلا ترشحه من غالبيه الشعب. لا ازاي حضراتكم دلوقتي بتنظموا نفسكم في مليونيه غدا في الميدان العباسيه؟ سيادتك انا اسف، مش غالبيه الشعب، مش ميدان التحرير اللي كان بيعبر عن الشعب، او الاخوان اللي هتعبر عن الشعب، او السلفيين اللي هتعبر عن الشعب. كلها بقت مصالح خاصه، والراجل بيقول حقائق. احنا اتربينا في ظل عصر مبارك، فاهمني، وكان فعلا لا يوجد من الديمقراطيه شيء. فعشان ابني دوله ديمقراطيا ونعيش العصور اللي هي الازدهار الاولانيه تاني، فلازم فتره. هو الراجل ما بيقولش الكلام ده من فراغ، ده راجل بقول لسيادتك مخابرات رقم 1، جهاز مخابرات رقم 4. فاما بيتكلم حقائق ليه بنزعل؟ ليه يا سيدي الفاضل؟ نفس النظام اللي افرز شعب لا يجيد الديمقراطيه، عمر سليمان ينتمي لهذا النظام، وهو احد المؤثرين واحد العاملين في هذا النظام. هو متهم اصلا بافقار هذا الشعب، هو متهم بتضليل هذا الشعب، هو متهم بالعمل على غياب الوعي الفكري والديمقراطي لدى غالبيه هذا الشعب بصفته احد اركان النظام السابق اللي احنا خلعناه. انا اسف، لا استطيع الفصل بين النظام السابق وعمر سليمان. لا انا اقدر اقول لحضرتك دلوقتي اللي انت اسف في اللفظ، اللي انت خلطت الامور، لان كل بوزيشن في الدوله له مهمه، ومهمه عمر سليمان ليس كانت داخل البلد، لان شغل المخابرات يعتمد على العمل الخارجي وليس الداخلي. شغل المخابرات كله عمل خارجي، فاهمني، النظام الجاسوسيه، نظام جلب المعلومات، نظام. اما كعمل داخلي فله ناس اخرى اللي هو حبيب العدلي. وانا متاكد انه نهار ما لو مسك عمر سليمان، نهار ما المحاكمات هتستمر لبعض اركان النظام الذي افسدت الحياه السياسيه داخل مصر